تخيل تنتصر في أعظم حرب عرفها العالم القديم وتفتكر إنك راجع بيتك بعد كام أسبوع. لكن بدل ما ترجع تفضل تايه في البحر 10 سنين، تواجه وحوش وصحراء وآلهة غضبانة، وتخسر كل أصحابك واحد ورا التاني. ولما توصل بيتك تكتشف إن الناس فاكرة إنك مت، وفي ناس بتحاول تاخد مكانك. دي الأوديسا، واحدة من أعظم القصص اللي اتكتبت في تاريخ البشرية. بس السؤال الأول، إيه اللي يخلي قصة اتكتبت من 2800 سنة لسه الناس بتقراها وتدرسها وتتحول لأفلام لحد النهاردة؟ لما أعلن كريستوفر نولان إنه هيقدم فيلم الأوديسا أو ذا أوديسي، رجعت واحدة من أعظم القصص في تاريخ البشرية تتصدر الاهتمام من جديد. لكن إيه هي الأوديسا أصلا؟ ومين هو هوميروس اللي كتبها؟ وليه القصة دي عاشت طول القرون دي؟ الأوديسا هي ملحمة شعرية يونانية قديمة بتنسب للشاعر الإغريقي هوميروس، واللي بينسب له برضه تأليف الإلياذة، وبيعتقد إن هي اتكتبت في القرن الثامن قبل الميلاد، يعني من أكتر من 2800 سنة. لكن الغريب إن هي مش بتحكي عن الحرب زي الإلياذة، بتحكي عن اللي بعد الحرب. بتحكي رحلة البطل أوديسيوس ملك جزيرة إيساكا اللي انتصر في حرب طرواد وظن إن أصعب حاجة في حياته خلصت، لكن ما كانش عارف إن رحلة العودة لوطنه هتاخد 10 سنين تانيين. بس الحقيقة إن أعظم المعارك اللي خاضها أوديسيوس ما كانتش ضد الوحوش ولا الآلهة الغاضبة ولا العواصف ولا الرياح ولا حتى البحر. أعظم معركة خاضها أوديسيوس كانت ضد نفسه، وده اللي هنشوفه في القصة. وللسبب ده الأوديسا مش بس مجرد أسطورة يونانية قديمة وراح وقتها، إنما هي قصة عن الإنسان نفسه ورحلته في البحث عن الوطن والمعنى والنجاة. في الفيديو ده هنعيش الرحلة كاملة ونكتشف ليه الأوديسا واحدة من أعظم الحكايات اللي حكاها البشر. والفصل الأول نهاية حرب طروادة وبداية الكابوس. بعد 10 سنين من حرب طرواد انتصر الإغريق أخيرا بفضل خطة حصان طرواد اللي كان أوديسيوس صاحب فكرتها، وكانت كل الجنود بتحلم بالعودة لوطنها. وأوديسيوس برضه ما كانش عايز مجد جديد، كان كل اللي يتمناه إنه يرجع لزوجته وابنه اللي سابه طفل صغير. لكن ما كانش يعرف إن رحلة العودة هتكون أصعب من الحرب نفسها. وده اللي بيدينا فكرة إن الانتصار مش معناه نهاية المعاناة. أحيانا أصعب رحلة تبدأ بعد أكبر نجاح في حياتك، ومش كل اللي يكسب معركة يكون كسب حياته. رست السفن على جزيرة هادية عشان الجنود ترتاح، وكل بعض الجنود من نبات اللوتس، وفجأة نسيوا كل حاجة. مش عايزين يرجعوا لوطنهم، ومش فاكرين حتى أصلا أهاليهم ولا حتى سبب رحلتهم وهم موجودين هنا ليه. اضطر أوديسيوس إنه يسحبهم بالقوة ويرجعهم السفن مرة تانية قبل ما يضيعوا هناك للأبد. وده بيدينا معنى إن في الحياة في حاجات مش بتأذيك بالعنف لكن بتخدرك. الراحة زايدة، تسويف، نسيان هدفك، الحاجة اللي تلهيك وتخليك تنسى حلمك من غير ما تحس. وعشان كده أخطر سجن هو اللي بيدخله الإنسان بإرادته حتى لو مش حاسس. وصلوا الكهف ضخم. في البداية افتكروا إن الكهف ده ما فيهوش حد، ودخل صاحبه العملاق ابن إله البحر، وقفل مدخل الكهف وراه بصخرة عملاقة. العملاق ده كان متوحش وبدأ ياكل رجالة أوديسيوس واحد ورا التاني. أوديسيوس أدرك إن لازم يكون فيه فكرة تنقذه من العملاق عشان القوة مش هتنفع معاه، وحط خطة. بيفضل يسقي العملاق خمرة لحد ما توازنه يختل ويتخدر. ولما العملاق سأله عن اسمه قال له اسمي لا أحد. نام العملاق، وأوديسيوس ورجالته جابوا عود خشب كبير وسنوه وحطوه في عين العملاق وهو نايم. العملاق فضل يصرخ وينادي على العماليق اللي حواليه عشان ينقذوه. ولما جم وسألوه مين اللي عمل فيك كده قال لهم لا أحد. العماليق افتكروا ان هو اتجنن وسابوه مشيوا. اوديسيوس ورجالته عرفوا يخرجوا من الكهف. وهم ماشيين في سكتهم اوديسيوس عمل غلطة قاتلة. قبل ما يمشي صرخ بتفاخر وقال له انا اوديسيوس، انا اللي عملت فيك كده. وبكده العملاق عرف مين اللي عمل فيه كده، وطلب العملاق من ابوه اله البحر انه ينتقم ليه من اوديسيوس. وهنا بتبدأ لعنة البحر. الذكاء ممكن يهزم القوة زي ما عمل أوديسيوس، لكن الغرور هو اللي بوظ الموقف وهو اللي هزم ذكاء أوديسيوس. أوديسيوس نجا بخطته لكن خسر بسبب رغبته بالتفاخر باسمه. أحيانا كلمة واحدة بعد الانتصار تهد كل اللي انت أنجزته. بعدها راحوا لجزيرة تانية، اداه إله الرياح إناء
حبس فيه كل الرياح الموجودة وساب له جزء من الرياح تقدر تقود السفينة بتاعته وتوصله لوطنه. وبعد أيام بتظهر مدينة إيساكا وطنهم قدامهم. أوديسيوس كان نايم من شدة التعب، لكن رجالته افتكروا إن الوعاء ده فيه ذهب هو مخبيه عنهم، ففتحوا الإناء ده فانفجرت الرياح وبعدت السفن بتاعتهم مرة تانية آلاف الأميال عن وطن، بعد ما كانوا على بعد ساعات بس من النهاية ويوصلوا وطن. أحيانا الحلم مش بيضيع بسبب الأعداء، سوء الظن والطمع ما بين فريق أوديسيوس مش بس ضيعت الثقة، دي كمان ضيعت طريق رجوعهم لوطنهم. ورسيت السفينة على أرض تانية تبان هادية وآمنة، بس كانت فخ. هجمتهم قبيلة من العمالقة وحطموا السفن بالصخور، وما نجاش غير أوديسيوس وسفينته. ورغم إن هم كانوا محاربين عظام، إلا إن قوة العماليق فاقت قوتهم وقضت عليهم إلا أوديسيوس. ومن ضمن الأهوال اللي قابلها أوديسيوس وسفينته ورجالته، رسيت على أرض جديدة. الأرض دي كان فيها ساحرة قدرت تحول بلمسة منها رجالة أوديسيوس لخنازير، لكن بنفس إحساسهم وعقلهم وإدراكهم كبني آدمين. وبمساعدة الآلهة أوديسيوس خد عشبة قدرت تحميه من سحر الساحرة، وبتعامله معاها قدر يخليها ترجع رجالته في صورة بني آدمين مرة تانية. واستضافته سنة كاملة ومر الوقت من غير ما حد يحس، وكأن المكان اللي لقوا فيه راحتهم سجن اتحول لمكان بيسرق عمرهم، وكأن بعض السجون أبوابها مفتوحة. الساحرة نصحت أوديسيوس إن يقابل العراف عشان يعرف منه مصير رحلته ايه وازاي يساعده انه يوصل لوطنه، لكن العراف ده كان مات. والأول مرة في حياته ينزل أوديسيوس لعالم الأموات عشان يقابله، وقابل أرواح أبطال ماتوا في حرب طرواد. وقابل العراف اللي قال له إن الطريق لسه طويل، بس فيه تحذير واحد لازم يحافظ عليه. أوديسيوس ركب سفينته مع رجالته عشان يكمل طريق، ولقى صفارات البحر أو سرينات البحر، كائنات أصواتها جميلة وساحرة، إلا إن كل اللي بيسمعها بيتسحر بيها وينسى نفسه تماما لحد ما يفضل جنبها ويموت. أوديسيوس أمر رجالته إنه يسدوا ودانهم بالشمع، لكن هو كان عنده فضول يسمع، فطلب من رجالته يربطوه في السفينة ومهما توسل ليهم ما يفكهوش. وسمع الصوت اللي كان على درجة من السحر والقوة إنه كان بيصرخ عشان رجالته تفكه، بس رجالته امتثلوا لأمره لحد السفينة ما عدت من المكان ده بخير. فكرة إن أوديسيوس كان عارف حدود نفسه، ما قالش أنا قوي، لكن قال اربطوني عشان ما اضعفش. الفكرة مش إن أنت تثق في نفسك من غير حدود، بس إن أنت تعرف حدودك دي فين. وجات المرحلة الأصعب للرحلة، اختيارين أمر من بعض. السفينة هتمر من طريقين، يا إما من جهة سكايلا، كائن ليه رؤوس 6 كل راس منهم على شكل تعبان ضخم، ولازم هتتعرض لأوديسيوس ورجالته لما يعدوا. ومن الجهة التانية دوامة مفيش حد بيعدي منها، ولازم يختار طريق منهم. أوديسيوس قرر يعدي من ناحية سكايلا في محاولة للنجاة، بس للأسف فقد عدد من رجالته. الفكرة إن الحياة أحيانا ما بتقدم لكش الاختيار الصحيح، لكن ممكن تقدم لك اختيارين مؤلمين، والنضج إن أنت تختار الطريق اللي خسارته أقل. ووصلوا للمكان اللي فيه أبقار إله الشمس، واللي حذرهم العراف إنه مهما حصل ما ينفعش يتعرضوا إليها أو يذبحوها أو ياكلوا منها. لكن الجوع هزمهم، وفي غفلة من أوديسيوس ذبح رجالة أوديسيوس الأبقار المقدسة. غضب زيوس وضرب السفينة بصاعقة غرقت كل الناس ما عدا أوديسيوس. مفيش حد نجي إلا أوديسيوس. ده بيدينا معنى إن الإنسان ممكن تكون مشكلته مش إنه هو مش عارف، ممكن تكون مشكلته ما صبرش على الحاجة اللي اتقالت له عليها لأ. وجدته حورية، آلهة من الآلهة اسمها كاليبسو، وعرضت عليه إنه يفضل معاها وتمنحه الخلود، لكن أوديسيوس رفض وفضل إنه يعيش إنسان يكون ليه عمر محدد ويموت، على إنه يكون خالد بعيد عن وطن. كاليبسو عرضت عليه الخلود والجمال والراحة، لكنه اختار الحياة الناقصة مع الناس اللي بيحبوها، لأن قيمة الحياة مش في طولها بس في معناها. الوطن مش بس مكان نعيش فيه، ده مكان ما نقدرش نوقف حنيننا ليه. عشان كده كان مصر إنه يرجع مهما طالت السنين. وبعد 20 سنة أخيراً على ظهر سفينة رجع إيساكا، لكن في هيئة متسول. شايف ناس عايشين في قصره بياكلوا أكله وبيضغطوا على زوجته عشان تتجوز واحد منهم، حتى ابنه بقى مهدد بالقتل. فكرة إن بعد كل اللي حققه أوديسيوس رجع مدينته مش في شكل بطل، رجع في شكل إنسان متواضع صبور، عارف إن استعادة حياته بتحتاج حكمة أكتر من القوة، تحتاج وقت، وإنه يقبل الحاجة الناقصة. أوديسيوس ما كشفش عن نفسه، حط خطة عشان يقدر يرجع لوضعه. ومراته بحيلة منها عملت مسابقة، اللي يقدر يشد قوس أوديسيوس ويصيب بيه الهدف
هو اللي هيتجوزها. وفشل الكل، ما قدروش حتى يشدوا القوس نفسه اللي ما كانش بيلين غير لما بيكلموا اوديسيوس. اوديسيوس وهو في هيئة متسول طلب انه يجرب، ضحكوا عليه واستهزأوا بيه، لكنه شد القوس بسهولة وصاب الهدف من 12 حلقة وكشف عن هويته. وبدأت معركة النهاية، وتخلص من كل الناس اللي كانت أعداء ليه، واستعاد بيته وعرشه بعد 20 سنة من الغياب. ورجع إيساكا بلده، المعنى اللي ادى رحلته قيمتها. الفكرة إن القوة الحقيقية ما بتحتاجش إعلان. اوديسيوس لما كان في هيئة متسول في الوقت اللي كان بيتباهى فيه الكل، الراجل اللي افتكروه ضعيف كان الوحيد اللي قادر على شد القوس وإنه يصيب الهدف، لأن الإنجاز الحقيقي بيتكلم عن نفسه. ومراته اللي استنته، الحب الحقيقي مش بس عشان استنته، بس ثقة صمدت قدام الزمن والمسافات والشكوك والأعداء. مراته اللي أوجدت حيلة تخلي اللي طمعانين فيها يستنوا كل السنين دي، لما قالت أنا هختار حد منكم بعد ما خلص النسج التوب ده، التوب اللي كانت بتنسجه الصبح وترجع تفك خيوطه بالليل. في الأوديسا البحر مش مجرد مكان حصلت فيه معظم أحداث الرواية، ده رمز للحياة نفسها، ولا هادي دايما ولا هايج دايما. مرة الرياح تزقك لقدام، ويوم تاني تسحبك بعيد عن المكان اللي انت عايز تروحه. في لحظة تحس ان انت قربت، وفي اللحظة اللي بعدها تيجي عاصفة ترجعك لنفس النقطة اللي انت كنت فاكر انك عديتها. وده اللي بيحصل لنا كلنا، محدش عايش حياته في بحر هادي تماما. نفقد أشخاص، نفشل، نضطر لتغيير خططنا ونبدأ من جديد أكتر من مرة. لكن الأوديسا بتقول إن قيمة الإنسان مش بتتقاس بعدد العواصف اللي في حياته. البحر ما كانش عدو لأوديسيوس، كان بيعلمه، صنع منه الإنسان اللي رجع لإيساكا. من أجمل الرسائل في الأوديسا، لو كانت رحلة أوديسيوس سهلة كان رجع وطنه زي ما سابه، لكن عشان البحر حدفه في كل اتجاه رجع شخص أكثر حكمة وأكتر صبر وأكتر فهم لنفسه وللحياة. أوديسيوس كان بيحارب البحر مش عشان عرش أو جاه، أوديسيوس كان بيحارب البحر عشان الإنسان مهما شاف من أماكن ومهما حقق من انتصارات دايما بيفضل جواه مكان بينتمي ليه. إيساكا بالنسبة لأوديسيوس ما كانتش بس جزيرة، كانت ذكرياته وأسرته والنسخة القديمة من نفسه اللي كان عايز يقابلها تاني. عشان كده رفض الخلود مع كاليبسو ورفض حياة الراحة بعيد عن وطنه، لأنه أدرك إن حياة طويلة من غير معنى أقل قيمة من حياة قصيرة نعيشها جنب الناس اللي بنحبهم. ممكن تبان الأوديسا قصة عن وحوش وآلهة وأساطير وأحداث من 2800 سنة من قبل الميلاد، بس هي في الحقيقة قصة عن إنسان فضل يقاوم، ويمكن للسبب ده بعد ما قرب يعدي عليها 3000 سنة لسه بنحكي رحلة أوديسيوس وكأنها حصلت امبارح.